السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ويلا بينا نبدأ. هنجيب الحلتين دول ونحط فيهم مية، ويلا بينا يا بنات نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة جامد وهيعجبكم قوي ان شاء الله. حطينا في الحلة الأولانية دي يا بنات، حطينا فيها معلقة كمون وشوية ملح، نص ليمونة وشوية خل، وغطيناها سيبناها تغلي مع نفسها كده، ونزلنا عليها بالبدنجان زي ما انتم شايفين كده. والحلة التانية دي حطينا فيها اللحمة الموجودة عندنا، غسلينها ونقعينها ومخلينها زي الفل. خلاص كده هنفضل نشيل الريمة من على اللحمة بتاعتنا كده، الريمة اللي بتطلع دي مرتين تلاتة، وبعد كده ننزل عليها بالطماطماية وبصلاية وجزراية ونص ليمونة، وإيه كمان لو عندك نص قرن فلفل أخضر. خلاص كده وتوطي عليها النار وتسيبيها تعيش حياتها، وبعد كده يعني قرب مثلا نص سوا أو تلات أرباع سوا بتحطي بقى البهارات بتاعتك. تمام. سيبنا بقى الخطوة بتاعت اللحمة دي وسيبناها مع نفسها كده دلوقتي تستوي مع نفسها. ورحنا للبدنجان، طلعنا البدنجان من المية بتاعته بعد ما استوى، وهنشيل من المية اللي انتوا شفتوها دي يا بنات بتاعت البدنجان، هنشيل منها كوباية مية هنحتاجها دلوقتي في التمليح. أهم خطوة تشيلي من مَيّة البدنجان دي. وبعدين عايزة أقول لكم كمان حاجة، تغسليه كويس قبل ما تسلقيه، عشان أنتِ بتاخدي المَيّة بتاعته دي بتملّحيه بيها. خلاص كده، جبنا طبق وحطينا معلقة توم كبيرة، وحطينا معلقة فلفل مهروس اللي هو الأحمر ده، وحطينا ملح وحطينا خل وحطينا نُص ليمونة في التحديقة بتاعة البدنجان. هنبدأ بقى إيه، نحط التوم في البدنجان زي ما أنتم شايفين كده، نحشي البدنجان كله يعني بالخلطة دي. وبعد كده هتشوفوا بقى الخطوة بتاعة المية هنعملها ايه، ازاي احلى بدنجان تاكليه بالطريقة اللي انا بقولك عليها دي. واحلى اكلة تاكليه البدنجان معاها الاكلة بتاعة النهاردة دي. وشوفي بقى هي ايه، الكل عارف يعني في الاكلة دي بقى بدنجان على طول جنبها من غير كلام. خلصنا البدنجان بتاعنا وحطينا نص كوباية مية من مية التمليح، المَيّة اللي سلقنا فيها قصدي، حطينا عليها خل وحطينا عليها شوية شطة حمر كمان، ونزلنا بيها على البدنجان. خلاص كده قفلنا العلبة بتاعتنا وشيلنا البدنجان بتاعنا. جبنا الحلة دي كمان يا بنات، حطينا عليها حبة زيت، وحطينا فيه حتتين ليا كانوا فاضلين من اللحمة دي، أنا ركنتهم على جنب، وقلبت الليا مع الزيت، ونزلت عليها بالبصلاية زي ما انتم شايفين كده. هناكل أحلى دقية بامية فظيعة، ريحة زمان وطعم زمان وتحفة ما اقولكمش. بس هي كانت الحاجة الوحيدة اللي يعني كنت كان عشان البامية تكمل ان هي تبقى طازة، ما تبقاش ان هي كانت في الفريزر او كده. هنقلب البامية حلو قوي مع البصل، وبعد كده يا بنات هننزل عليها بالطماطم زي ما انتم شايفين. ولازم نصفي الطماطم بتاعة البامية زي ما اتفقنا، في اكلات كده بتحب ان انت تصفي لها الطماطم بتاعتها. نزلنا بقى بالصلصة بتاعتنا، هنفضل نقلب فيها بقى كده. ولازم بقى تسلقي لما تعملي لحمة بخضار، لازم تسلقي اللحمة عشان مش كل لحمة بتبقى زي التانية. وبعد كده عشان تضمني ان يبقى خضارك برضو شكله حلو، وما يكونش تحطي فيه اللحمة على طول من غير ما تسلقيها يتهرى ويبقى شكله مش حلو، واللحمة تبقى لسه نية. افضل طريقة انك تسلقي اللحمة حتى لو مش عايزة الشوربة. سلقنا اللحمة بتاعتنا زي ما شفتوا كده، ونزلنا بيها على البامية. وبعد كده ايه بقى، حطينا الملح بتاعنا والبهارات بتاعتنا. بس في حاجتين عايزاكي ما تنساهمش مع البامية، معلقة توم، تحطي معلقة توم عليها، او تدقي لها يعني فصين توم كده بقرن فلفل اخضر. والخطوة التانية ان انت تدي بشرة جوز الطيب، دي بتودي البامية في حتة تانية، بتخليها تحفة وريحتها تحفة فظيعة. تمام كده، خلاص احنا كده تمام. هنحط لها معلقتين شوربة او مغرفتين شوربة، وبعد كده هنسيبها برضو مع نفسها كده تغلي لها شوية. والله شوية بامية تحفة وريحتهم جايبة آخر الشارع. ظبطناهم بقى من شوربة وملح وبهارات وكل حاجة، وخلاص كده ركناهم على جنب. وبعد كده جبنا طبعا الرز بتاعنا وعملناه رز أبيض. وبعد كده حطينا الزيت بتاعنا والسمنة برضو وشوحناه زي ما شفتوا كده بشوية ملح وشوية فلفل اسود صغيرين خالص، ونزلنا عليه بعيار المية. وهنسيبه يتشرب دلوقتي ويستوي يعني، ونغرف على طول. بصوا يا بنات، انا بنزل الاكل من على النار بغرف على طول زي ما قلت لكم برضو المرة اللي فاتت، مش بسخن تاني ولا اخلص بدري ولا حاجة، لا بخلص اذان المغرب بالظبط. خلاص كده ادينا غرفنا الرز بتاعنا اهو. وهنحط برضو البامية بتاعتنا، وحطينا شوية مخلل وحطينا شوربة. ادي الاكل بتاعنا، وادي كان فطارنا النهاردة يا بنات. سبت برضو لحمة في الشوربة، اللي عايز لحمة بالشوربة برضو ياخد. بصوا بقى يا بنات اهو كده بعد ما خلصنا الاكل بتاعنا، كان عندي شوية سمبوسة برضو قليتهم.
يا رب يا بنات يكون الفيديو عجبكم، متنسونيش في اللايك والاشتراك، وفي رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.